اسمعوا موضوع مهم جدا. الجبلية ترفض قرار وزراء الرياضة العرب. لجنة تيسير الأعمال باتحاد الكرة الحقيقة بتتحفظ على قرار الوزراء العرب. بمنتهى الصراحة بقى نشرح للناس القصة لأن موضوع صعب شوية. الوزراء العرب دول اجتمعوا كويس وقعدوا واتكلموا وبعتوا جواب للاتحاد المصري لكرة القدم ان هو تتحفظ او توقف توقيع العقد مع الشركة الراعية للمنتخب المصري. النهاردة الاتحاد في ورطة. طب انا النهاردة ما عنديش عرض تاني، هضيعه ازاي؟ 140 مليون جنيه هضيعهم ازاي؟ هوديهم فين؟ الناس بقى او وزراء الرياضة العرب بيتحفظوا بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الشركة دي بترعى ماراثون القدس. ماراثون القدس ده اللي هو إسرائيل بتعمله علشان تهويد القدس. موضوع الحقيقة كبير جدا وموضوع في غاية الأهمية. الجبلاية هنا كل واحد ليه وجهة نظر. في ناس النهاردة ليها وجهة نظر بتقول يا جماعة ده 140 مليون جنيه احنا مالنا. ما في النهاردة شركة بيبسي، شركة كوكاكولا، كل دول بيتعاملوا كل حاجة هتروح النهاردة تتفق او تعمل هنلغيها. وفي ناس بتقول بقى ايه؟ بتقول لا خلونا مرة واحدة بس نحس ان احنا قيمتنا كبيرة، نرفض نعمل موقف، نقف نقول لا. والشركة الراعية دي لو عايزانا او عايزة اي بلد عربي ما ترعاش الماراثون ده. الموضوع بسيط جدا. نيجي النهاردة احنا يعني ايه نلم نفسنا او نقول ان احنا النهاردة ايد واحدة ونربط. وجهات نظر بتقول كده وجهات نظر بتقول كده. دي برضو احنا في الحتة دي ما عندناش وجهة نظر. دايما بناخد وجهة نظر دي واخد وجهة نظر دي وناخد بقى وجهة نظر برضو المسؤول عن الملف او المسؤول عن التسويق الاستاذ عمرو وهبي. مساء الخير عمرو. مساء الخير يا سيف، ازيك؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل يا حبيبي. اخبارك انت؟ الله يكون في عونك الايام دي. والله ربنا يكون في عوننا كلنا، مش انا بس. مهمة صعبة. ها؟ مهمة مستحيلة. تقريبا ضمنوا والدور قفل يعني كده بالظبط. كل ما بتفتح سكة طبعا توقف النشاط نظرا للظروف قبلناها. قبلنا ان احنا نحط افكار جديدة عشان نقدر نحيي الصناعة بتاعتنا. يمكن انا بصر برضو على استخدام لفظ صناعة على اساس ان احنا دلوقتي عندنا ال4 مليون واحد عامل في هذا المجال. خسارة الكرة المصرية من التوقف عدت المليار. ويمكن اوضح للسادة المشاهدين عند حضرتك ان انا مش بتكلم على الدرجة الاولى واللعيبة اللي بتاخد مليون واثنين وثلاثة. انا بتكلم على اكتر من 170 نادي في الدرجة الثانية والثالثة. الناس دي بتسترزق اكل عيشها ال 200 جنيه و300 جنيه واقل من 200 جنيه كمان. في اداريين بيسترزقوا ب 50 جنيه في الماتش وب 30 جنيه. عمرو معلش انا هقطعك. يعني انا كلامك ده يعني كلام محترم وكلام مهم جدا. وانت راجل دلوقتي موجود في اتحاد الكوره او اللجنه دلوقتي اللي بتقود اتحاد الكوره مش قادره تاخد قرار ليه برجوع الكاس بان يلعبوا الثالث والرابع، يلعبوا في استاد الكليه الحربيه؟ يعني فين الناس؟ ليه متباطئه؟ الناس دلوقتي بتموت، الناس متاثره بالدخل. مين قال لك ناس متباطئه؟ مين قال لك ان احنا ما فكرناش ان احنا طلعنا موضوع الدوره التنشيطيه؟ مين قال لك ان احنا اتلغى ليه يا عمرو؟ ايه يا ريس؟ اتلغى ليه؟ اتلغى عشان الامن قال لك الغوها. يعني الامن قال لك الغوها. النهارده جينا قلنا طيب خلاص تعالى نعمل مباريات المنتخبات تجيب دخول. قال لك لا. طب يعني جينا قلنا طيب خلاص نبتدي نشوف الراعي اللي هو بتاع اتحاد الكوره نبتدي نديله نوع من الاكتيفيشن او مجالات اكتر بحيث ان هو يقوم بتسديد الفلوس اللي عليه. ابتدينا نفتح له مجالات جديده. كل الكلام ده عقد اديداس اللي انت بتقول ده متنفذ. يعني وانس ان انت وقعت العقد فيه بتستلم 900,000 يورو يعني 7 مليون و200. عمرو انا سمعت كلام ان في بلاد يعني شقيقه او بلاد جنبينا بتهتم بالرياضه الفتره الاخيره. يعني قالت لكم ان هي ممكن تستقبل ماتشات الكاس على ارضها وبتاع. الكلام ده مظبوط ولا غلط؟ انا ما سمعتوش بصراحه يا سيف. وما اخبيش عليك غير مقبول ان كاس مصر يقام في بلد غير مصر. يعني صعب قوي يعني. ولكن رجوعا لموضوع اديداس يعني احنا جزء من منظومه الدوله. احنا لينا احترامنا لكل قرارات الدولة. ولكن حتى هذه اللحظة لم يصل اي قرار رسمي من الدولة. ده نقطة نمرة واحد. ولكن لو اعتبرنا ان في ردود
على اللي ما أثير في الصحف وسائل الإعلام على موضوع أديداس بالنسبة للمقاطعة. أنا بس عايز أقول حاجة، يعني النهاردة الطبيعي ان هو متهيألي بيوصل أجندة أعمال أو جدول أعمال لهذا الاجتماع، فأكيد موجود عليه البند ده يعني. فأنا بستعجب طب ليه ما تمش النقاش فيه، عشان بس مش اتحاد الكرة اللي هيتضر، ده أندية أهلي وزمالك هتتضر. عمرو انت بمنتهى الصراحه بتميل لانه قرار ان انت تجمد موضوع العقد وتمشي مع الوزراء العرب، ولا اتحاد الكوره ياخد قرار ويكمل؟ انا مع قرار لا ده ولا ده يا سيف، انا مع قرار ان انا امشي مع الدوله، ولكن زي ما كنت بحكي لحضرتك كده ان هو قبل ما يتخذ هذا القرار يتم دراسه الخسائر ويتم عرض الخسائر دي جوه اجتماع مجلس وزراء الشباب. طب هل يا عمرو خلاص يعني هل الدول العربيه دي اخذت قرار ان هي هتستبعد الشركه دي؟ ما ده قرار مقاطعه. هل ده تاخد؟ مين هيعوض العقود والغرامات والشروط الجزائيه اللي موجوده في العقود بتاعت الناس؟ ما انت النهارده ما تجيش تطلع قرار وانت ما تعرفش نتائجه او تبعياته. هو ده اللي انا بتكلم عليه. بس يعني بس عمرو برضه في بعض الدول العربيه قادره ان هي تغطي خسائرها وان هي تدفع، يعني مش هتقف على العقد ده. اكيد بس اما تيجي تشوف كده في الدول العربيه اللي موجوده من عندهم اكبر مشكله في الوقت الحاضر، هتلاقي مصر. احنا اللي عندنا نشاط متوقف، احنا اللي عندنا منتخبات داخلين على تصفيات كاس عالم، احنا اللي عندنا ما فيش دخل جامد، ما فيش اي نوع من الدخول تقدر ان هي تعوض الفارق ده. والله انا كنت يعني هبقى مع قرار المقاطعه ده بكل حواسي وجوارحي لو كان صوحب هذا القرار بكلمه واحده على ان يتم تعويض الجهات المتعاقده بمبالغ بتتم مثلا من الجامعه، من مجلس الشباب، من بادجت الدول. ده كلام تاني. يبقى كده بنضرب تعظيم سلام ان احنا بنقول مش عايزين حد، احنا قادرين ان احنا نحمي بعضينا، لكن انت في الاخر بياخدوا قرارات وكل واحد بقى مع نفسه. ما ينفعش. طب انتوا عمرو القرار ده انتوا مثلا ملزمين بيه؟ انتوا دلوقتي المنتخب مسافر الامارات وهيلبس تقريبا نفس الماركه، او هتنفذوا الاتفاق بتاع الشركه، ولا المنتخب مش هيلبس في سفريه الامارات الملابس، او مش هتتمموا العقد؟ لا انا بالنسبه لنا كاتحاد كوره في اتخذ قرار، والله احنا لغايه دلوقتي لم يصلنا رد رسمي، فاحنا شغالين عادي. انا ما لغايه دلوقتي اما يوصلك حاجه رسميه من الدوله نبتدي على اساسها نبتدي نتحرك. شكرا الحقيقه الاستاذ عمرو وهبي مدير التسويق باتحاد الكره، يعني الله يكون في عونه، زي ما الراجل بيقول لك ضمنه، وكل ما تفتحها من حته تقفل من حته. يعني الله يكون في عونهم. هنكمل ان شاء الله.